تخيلوا معايا واحد العالم، عالم شتا فيه ماشي ماء ولكن حديد دايب. لا، هذا ماشي خيال علمي، هذه حقيقة واقعة في شي أركان مظلمة ومجهولة من الكون ديالنا. اليوم غادي نتعمقوا في الجانب المرعب والعنيف ديال الفضاء، الجانب اللي كيتحدى كل شي كنتخيلوه. وهنا كيطرح سؤال مهم، واش أي كوكب كان عنده الزهر السيء يكون قريب للنجم ديالو مصيره المحتوم هو الدمار؟ يلا نكتشفوا الجواب. يلا نستعدوا باش ندخلوا لواحد العالم كيفوق الخيال، جحيم حقيقي بالمعنى الكوني للكلمة. نقدم لكم كوكب واسب 76 بي. شوفوا هذا الرقم، 2400 درجة مئوية. كنتكلموا على حرارة خيالية، ماشي غير سخونة. هذه حرارة اللي قادرة تذوب الحديد، لا ماشي غير دوبه بل تبخروا تماما وترجعوا غاز. والسبب في هذا الجحيم هو ظاهرة سميتها القفل المادي. تخيلوا الكوكب بحال إلا مربوط بخيط مع النجم ديالو، ديما عاطيه نفس الوجه، يعني جهة فيها نهار أبدي كتشوى والجهة الأخرى فيها ليل أبدي متجمد. إذن فالجانب اللي مقابل للشمس الحديد كيتبخر وكيولي سحابة ديال المعدن، من بعد رياح عنيفة بسرعة خيالية كتدفع هاد السحابة للجهة المظلمة والباردة. تما داك بخار الحديد كيتكتف وكيهبط على شكل شتاء ديال الحديد الدايب، منظر مرعب وساحر في نفس الوقت. طيب، إلا كانت الشتاء ديال الحديد كتبان لكم هي أقصى حاجة، تسناو تشوفوا شنو كيوقع لواسب 121 بي. هنا كنتكلموا على كوكب كيتمزق حرفياً بسبب النجم ديالو. الجاذبية ديال النجم ديالو قوية بزاف لدرجة أنها جبدات الكوكب وعلكاتو بحال شي قطعة ديال المسكة. الشكل ديالو ما بقاش كروي ولا بحال شي كرة ديال الركبة. وأكثر من هاد الشي، الكوكب كيتسلخ حي. نعم، الجاذبية كتنتف ليه الغلاف الجوي ديالو طبقة بطبقة وكتشتو في الفضاء على شكل ضيل طويل ديال الغاز الملتهب. دابا السؤال هو شنو كيبقى من كوكب من بعد ملايين السنين ديال هذا العذاب الكوني؟ الجواب هو جي 367 بي، اللي هو مجرد القلب العاري ديال العالم كان وما بقاش. القصة ديال جي 367 بي حزينة. كان في واحد الوقت كوكب كبير عنده غلاف جوي وغلاف صخري، ولكن النجم ديالو بحال شي وحش بقى كيقصفو بالإشعاع لملايين السنين حتى جردو من كل شي، وما خلاش فيه غير القلب ديال الحديد عريان في الفضاء. الكثافة ديالو هي ديال الحديد الخالص، وتخيلوا أن العام ديالو كيدوز في 7 سوايع ونص فقط. هادشي كيعني أنه كيدور حول النجم ديالو بسرعة جنونية. هو مجرد بقايا كونية شاهد على عنف لا يرحم. فاش كنشوفوا هاد العوالم الجهنمية ضروري كنرجعوا نفكروا في الوجود ديالنا هنا. واش هادشي كيعني أن الأرض ديالنا، هاد الواحة المسالمة، هي مجرد استثناء، صدفة سعيدة في واحد الكون اللي الأصل فيه هو العنف والدمار؟ واش حنا غير ربحنا في واحد اليانصيب كوني مستحيل؟ إذن شنو شفنا اليوم؟ شفنا شتاء ديال الحديد دايب، شفنا كواكب مشوهة، وشفنا قلوب ديال كواكب ميتة. الخلاصة، الكون هو مكان وحشي وقاسي، كتر بزاف مما كنا كنتصوروا. هذه العوالم كتورينا أقصى الحدود اللي ممكن يوصل ليها عالم قبل أن ينهار ويتلاشى. هي كتعاود تعرف لنا مفهوم الحياة والموت، ولكن على مستوى كوني هائل. وهنا كنبغي نخليكم مع هذا السؤال الأخير، شنو هي فعلا القوة الأكثر تدميرا في الكون؟ واش هي النجوم اللي كتاكل الكواكب ديالها، ولا هو الوقت اللي كفيه ليمحي أي أثر لوجودهم؟ إلا وصلتوا حتى لهنا كتبوا لنا شتا ديال الحديد في التعليقات باش نعرفوكم كملتوا معنا هذه الرحلة المرعبة.